فأما الموضوع التاني اللي أنا عايز أتكلم فيه، واللي بصراحة أنا مش عارف أتكلم أقول إيه، بس الحكاية كلها إن أنا محتار، وعلى أمل إن التعليقات ترشدني أو تقول حاجة تايهة عني في الموضوع ده. يعني أتمنى إن حد يعلق ويقول لي حاجة تايهة عني في الموضوع ده، ألا وهو موضوع غزة. بداية القاعدة العامة أو اللي أقول لكم اللي ثابت في إيماني ويقيني باعتباري راجل مؤمن بأن غزة مش راجعة. يعني كل اللي بيحصل ده في رأيي مجرد كلام فارغ وضحك على الدقون. وهو مش ضحك على الدقون، هو واضح ان في سيناريو معين وخطة معينة بتتعمل وهتحصل. تيجي تدور على المسميات تجد انها غريبة شوية. ما علينا من انه ضحك على الناس وقال لهم في حاجة اسمها لجنة غزة والبتاع والمش عارف ايه، اللي هم الجماعة يعني زي ما تقول ايه، انت بتيجي تنتخب شيخ البلد ولا شيخ الحارة والبتاع والكلام ده، لكن رئيس الجمهورية أنا يعني. فشيخ الحارة وشيخ البلد قيمته إيه قياسا برئيس الجمهورية؟ المسمى التاني العجيب واللي بيخليني أحس إن في حاجة كده، التاريخ فيها سمة تاريخية اللي ما سمعناهوش من زمان. أساسا أنا ما سمعتوش لأنه كان قبل ما اتولد. حكاية المندوب السامي دي ما لفتتش نظركم؟ ان هيجيب واحد بلغاري على ما اعتقد على ما اذكر ويعينه مندوب سامي لغزة. ومندوب سامي عند مين؟ ما هو المندوب السامي البريطاني كان مندوب سامي عن بريطانيا، ده مندوب سامي عن، يعني نيابة عن مين؟ سامي لمين؟ فمش عارف سامي ده وضعه ايه بالظبط. دي نقطة. النقطة التانية، تيجي يقول لك مجلس السلام العالمي، تبص عليه حاجة كده غريبة. ده أنا مفاجأة رهيبة بالنسبة لي إن مجلس السلام العالمي فيه ملياردير هندي. واحد هندي ملياردير في مجلس السلام العالمي. بيعمل إيه الملياردير الهندي ده؟ مش عارف. الحاجة بقى الجديدة بقى خالص اللي طلع لنا بيها امبارح الحاج أبو حنان زي ما كلهم بيقولوا، يقول لك إيه؟ أن عضوية مجلس السلام العالمي في نوعين اتنين من العضوية: عضوية مؤقتة مدتها 3 سنين، وعضوية دائمة. العضوية المؤقتة اللي مدتها 3 سنين الناس الغلابة. العضوية الدائمة الناس اللي هتدفع $1,000,000. اللي يدفع $1,000,000 يبقى عضو في مجلس الإدارة ده اللي هو مجلس السلم العالمي بتاع غزة. كانوا هيستمر طول العمر مثلا، يعني حاجة ادانا طول العمر. مجلس السلم العالمي بتاع غزة هيبقى عضو دائم اللي يدفع مليار. طب برضو المؤقت 3 سنين ليه؟ أنا يعني أتوقع أن مصر تكون عضو مؤقت، لأن مصر مش بالغباوة إنها تدفع $1,000,000 يعني. في حاجة احنا كلنا فاهمينها، أنا متأكد 100% إن السيسي فاهم كل حاجة، بس ما قدموش، والعالم كله ما قدموش بصراحة. الا انك انت ادانك ماشي. يعني عارف انت، انا مضطر ان انا احكي النكتة دي بقى. واحد بيحكي لواحد صاحبه يقول له ايه: انا امبارح وانا نايم في واحد جه وقعد يحسس عليا كده. قال له وبعدين؟ قال له وبعدين قلعني اللباس. قال له وبعدين؟ قال له بصيت لقيته عمال يلعب كده فيا من ورا. قال له بعدين؟ قال له بصيت لقيته حط حاجه فيا كده من جوه. قال له بعدين؟ قال له وبعدين نزل حاجه سخنه كده جواي. قال له يخرب بيتك ده كان هينيكك. فده اللي احنا شايفينه بالظبط.
اللي بيحصل ان كله شايف اللي بيحصل، بس كله عمال يقول لك ايه اما نشوف، كله عامل نفسه نايمه، عامل نفسي نايمه، عامل نفسي نايمه. ايه اللي بيحصل في غزه يا ناس؟ ايه اللي هيحصل؟ عرفوني، لان انا مش عارف. كل مشكلتي ان غزه هتتاخد، واحنا صرفنا عليها ياما وتعبنا فيها ياما، وهنطلع بالمولد بلا حمص، بل متحملين أعباء. هو ده اللي مخوفني في الموضوع، وأرجو إن أنا أكون مخطئ. اللي عنده تفسير اللي بيحصل، لأن أنا حطيت صوابع العشرة كلها في الشقة. مش فاهم ترامب ودماغه. لازم تفهموا نقطة مهمة تانية، مهمة جدا 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 جدا. ترامب وغير ترامب، نقطتين اتنين هقوله. أما النقطة الأولى، فإن هو ترامب وغير ترامب ما فيش حاجة اسمها صداقة. صداقته في إنه يروح مع الواحد زي برينستين ولا مش عارف إيه، يجيب له مرة، يعمل له عيل، ده شيء، ده شغل تاني. الصداقات ده موضوع تاني خالص. إنما الصداقات اللي إحنا متخيل، ترامب صديق الشعب المصري كان فار. هم ما يعرفوش إلا حاجة، تديني حاجة أديك حاجة، بس إذا ست. النقطة التانية الأهم بقى، لأن أنا شايف إن في مفهوم خاطئ عند الناس، ألا وإن الرئيس ترامب، اوعى تكون متخيل انه يملك قراره بذاته. تبقى بتضحك على نفسك. اكشولي اي رئيس في العالم، ما فيش رئيس في العالم بيملك قراره. اي رئيس في العالم بيستشار او بيحتكم او بيتأثر او بينضغط، سميها زي ما تسميه، بالمخابرات بتاعته والجيش بتاعه. المخابرات او او الجهات الامنيه والجيش، جميع رؤساء العالم بيلتزموا بهذا. الضغوط اللي عليهم من الجهتين دول، وما يقدروش يخالفوه. فاذا لو انت متخيل ان ترامب قاعد ماسك الورقه وقلم كده وعمال يخترع كل شويه ويحط خطط، لا مؤاخذه، اكبر.